سمعت كتير قوي عن الستات اللي بتخون جوزها، بس ما كنتش اتخيل ان انا ابقى واحدة منهم في يوم من الايام، والحب يدخل قلبي لواحد تاني وانا متجوزة. انا اسمي نورة، عندي 37 سنة، ساكنة في الجيزة. جوزي عنده 45 سنة وشغال في شركة بترول، بس نظام الاجازات بتاعته صعب قوي، لانه بيكون 20 يوم او 25 يوم في الشهر و5 ايام او اسبوع اجازة. الاول كنا ساكنين في بيت العيلة بتاع جوزي، بس بقى في مشاكل بتحصل كتير في البيت من اهل جوزي معايا، بسبب ان عندي مشكلة للأسف في موضوع الخلفة ومش بخلف. وكانوا اهله طول الليل والنهار يفضلوا يتكلموا معايا في انه يطلقني ويتجوز واحدة تانية، بس هو عشان كان بيحبني كان متمسك بيا جدا ومش عاوز يسيبني خالص، وقرر عشان خاطري انه ياخد لنا شقة في مكان بعيد عن بيت العيلة والمشاكل. وخدنا شقة في برج جديد في منطقة اسمها النزهة الجديدة. البرج ده كان لسه تحت الإنشاء، وكل اللي كان ساكن فيه شقتين بس، واحنا كنا هنبقى الشقة التالتة اللي هتسكن في الوقت ده. بعد ما خدنا الشقة على الطوب الأحمر وكنا عاوزين نوضب الشقة علشان نقدر نسكن فيها، وبحكم شغل جوزي ما كانش بيقدر يتابع الصنايعية، فأنا اللي كنت بتابع كل حاجة واتفق مع الصنايعية. الشقة اللي اشتريناها كانت في الدور السادس، والدور اللي فوقية كان فيه ناس ساكنة. وفي يوم وانا واقفة على باب الشقة والصنايعية شغالين جوه في الشقة، لقيت واحدة نازلة على السلم بس شكلها صغير في السن. لقيتها بتقولي انا سمعت صوت تخبيط وتكسير ونازلة علشان اشوف فيه ايه. قلت لها معلش بقى يا حبيبتي استحملينا لحد ما نوضب الشقة. قالت لي ولا يهمك، بس هو انت اللي واقفة مع الناس لوحدك؟ قلت لها للأسف مفيش حد يقف معايا. قالت لي هو جوزك موجود طيب؟ كانت فاكرة ان انا جوزي متوفي او حاجة. قلت لها موجود بس في شغله، وشغله ده في مكان بعيد جدا وبينزل اجازة كل فترة. ومن ساعة الوقت ده، من ساعة ما قابلتها وهي بقت صاحبتي جدا، وبقينا يعتبر اخوات. بما اننا يعتبر قاعدين لوحدنا في البيت، وكل شوية تبعتلي مية وتبعتلي عصير وتعمل لنا شاي، ووقفت جنبي بصراحة لحد ما الشقة بتاعتي خلصت. ولما نقلت العفش بتاعي كمان ساعدتني في فرش الشقة. بصراحة استجدعتها جدا جدا، وحسيت انها فعلا اخت ليا. عرفت ان اسمها عبير ومتجوزة بقالها 2.5 سنين ومعاها بنت صغيرة، وجوزها شغال مهندس في شركة كبيرة وبيرجع من شغله الساعة 7 بالليل. وتقريبا عبير بقت تقعد معايا في شقتي طول اليوم وتطلع قبل ما جوزها يجي من الشغل، وبقينا احنا الاتنين اكتر من الاخوات. طول ما هي جوزها بره تفضل قاعدة معايا هي وبنتها، وفضلنا على الوضع ده 4 شهور. والحكاية بدأت لما في مرة عبير تعبت جدا، وكانت الساعة وقتها 1 بالليل. لقيتها بتتصل بيا علشان اطلع لها ضروري. اول ما طلعت جوزها محمد هو اللي فتح لي. هو شاب من نفس سنها، عنده تقريبا 25 او 26 سنة، واصغر مني تقريبا ب12 سنة. ودي كانت اول مرة اطلع عندها وجوزها موجود، وكنت اول مرة اشوف جوزها. قلت له عبير كلمتني دلوقتي، خير في ايه؟ قال لي دي تعبانة جدا، اتفضلي ادخلي. واول ما دخلت قلت له هي فين؟ قال لي هنا في اوضة النوم. ودخلت انا وهو اوضة النوم اللي فيها عبير، وحطيت ايدي على راسها. كان جسمها بارد قوي وبتقول انها دايخة ومش مركزة خالص. قلت له احنا لازم نروح المستشفى دلوقتي حالا بيها، لان انا مش هعرف اعمل لها اي حاجة. وفعلا لبسناها وطلبنا عربية بسرعة وطلعنا على المستشفى. وطلع عندها انيميا حادة جدا، واتحجزت في المستشفى 4 ايام ساعتها، وانا اللي كنت ببات معاها لحد ما بقت كويسة وخرجت. اول ما دخلت المستشفى وعرفنا ان هي هتتحجز، جوزها طلب مني رقم موبايلي علشان يبقى يطمن عليها وهو بره، واديته الرقم واتصل بيا حوالي 7 أو 8 مرات اليومين اللي هي كانت قاعدة فيهم في المستشفى. عبير بعد ما خفت ورجعت البيت لقيتها بعدها بيومين بتقولي على فكرة جوزي كان بيتكلم معايا عنك. قلت لها وكان بيقول ايه عليا؟ قالت لي كان بيشكر فيكي قوي واستجدعك قوي على وقفتك معايا.
قلت لها ما تقوليش كده يا حبيبتي، احنا اخوات اصلا. وبعدها بيومين لقيتها جايالي وجايبالي هديه. قلت لها ايه ده؟ قالت لي جوزي كان مصمم ان لازم اجيب لك حاجه على وقفتك جنبي، ومن ساعه الهديه دي وجوزها كبر في نظري جدا، وكنت عاوزه اشكره بنفسي على انه فكر في حاجه زي كده اصلا. ومعرفش ايه اللي خلاني تاني يوم اتصل بيه وهو في الشغل اشكره على الهديه، ولقيته انسان قمة في الادب والذوق والاخلاق. وطلبت منه انه ما يعرفش عبير ان انا اتصلت بيه لحسن تزعل مني او تفهم حاجة غلط. قال لي لا لا ما تقلقيش، مش هقول لها حاجة. ومن ساعتها بقى في كلام بيني وبينه، بس كلام عادي زي اي اتنين اصدقاء، بس طبعا بدون علم عبير. وكنت تقريبا بتكلم معاه في اليوم اكتر من نص ساعة كل يوم، لان بحكم شغله هو بياخد ساعة واحدة بس راحة. فبقى يتفق معايا ان هو يتصل بعبير الاول دقيقة ولا حاجة وبعدها يكلمني. وعرفت عبير ان انا بكون نايمة في التوقيت ده علشان ما تنزلش عندي وانا بكلمه. وبصراحة حبيت الكلام معاه جدا، وحكيت له على كل تفاصيل حياتي، وهو حكالي عن كل حاجة في حياته. وكنت معجبة جدا بشخصيته رغم انه اصغر مني بحوالي 12 سنة، بس كنت حاساه حد من نفس سني وتفكيره كان عاجبني جدا. وقال لي حاجة غريبة قوي واحنا بنتكلم عن عبير. قال لي ان هو كان بيحبها جدا وكان متجوزها عن حب واقتناع، وان بعد الجواز بكام شهر بس حس ان الحب اللي جواه ليها بدأ يقل، وبيقول انه بقى حاسس انها واحدة عادية عايشة معاه. وقال لي انه غالبا لما بيقول لها كلام حب، ودايما الكلام ده ما بيكونش من ورا قلبه وما بيكونش حاسس بيه، وبيقوله لها كده بس علشان هي تفضل فاكرة ان هو لسه بيحبها. محمد جوزها بدأ يقول لي كلام ما كنتش بسمعه من حد قبل كده، وتقريبا اول مرة اسمعه في حياتي. وبدأ يقول لي ان هو معجب بيا جدا ومعجب بشخصيتي وجدعنتي وطريقة كلامي. بقيت احب كلامه معايا بسبب مدحه فيا، وحسيت ان رجعت واحدة لسه صغيرة في بداية حياتها، واي كلمة حلوة منه بقت تأثر فيا جدا. وبقى يقول لي انه بيبقى حابب يشوفني، وطلب مني كتير جدا اني ابقى اطلع عندهم قبل ما يرجع من الشغل علشان يشوفني. بس انا قلت له اخاف عبير تتضايق من حاجة زي كده. قال لي انتي خلاص تعتبري بقيتي واحدة مننا، واكيد عبير مش هتتضايق منك. وبقيت فعلا اطلع اقعد مع عبير قبل ما محمد يجي، واول ما بيجي بقول لها هنزل بقى انا علشان جوزك ما يقولش حاجة. تقول لي لا قاضي مش هيقول حاجة عادي. وبقى يدخل يسلم عليا وانا قاعدة مع مراته، ومش بيطول وبيخرج على طول. وبعدها بفترة بدأ يقول لي ان الموضوع بقى ممل قوي بسبب انه نفسه يتكلم معايا، وطبعا مش بيعرف علشان مراته بتكون موجودة. ولقيته بيقول لي ايه رأيك نتقابل بره؟ فانا طبعا رفضت وقلت له انا مش ممكن اعمل كده، انا بعتبرك اخ وصديق ليا وبعزك جدا، بس سامحني لو عندك اي حاجة عاوز تقولها لي. احنا بنتكلم في الموبايل تقريبا كل يوم، ولو الموضوع هيوصل لكده انا ممكن ابطل اتكلم معاك خالص. لما لقاني اتضايقت من الموضوع ده فضل يهديني ويقول لي انه كان نفسه يبقى قريب مني، وانه محتاج لوجودي جنبه، واعترف لي ان هو معجب بيا وبيحبني قوي. قلت له على فكرة وانا كمان برضو معجبة بيك جدا وبشخصيتك، بس انت واحد متجوز وانا واحدة متجوزة، واصلا ما ينفعش يبقى في كلام بينا، بس انا كنت معتبرك صديق ليا مش اكتر. انما انت كده عاوزنا نظلم اتنين ملهمش ذنب خالص، ومش معقول بعد ما عبير وثقت فيا وبقيت معتبراها اخت ليا اعمل كده معاها. قال لي خلاص تمام هستأذنك بقى علشان عندي شغل. وقفلنا مع بعض، ومن ساعتها ما بقاش يتصل بيا ولا يكلمني خالص، وبقيت اتصل بيه كل يوم وهو في الشغل ما يردش عليا، لدرجة اني بقيت اطلع عند عبير قبل ما يرجع من شغله علشان اشوفه. ما كانش بيرضى يدخل الأوضة اللي بكون موجودة فيها انا وعبير علشان ما يشوفنيش، لحد ما اعصابي تعبت جدا بسببه، وكنت بفكر في اي طريقة تخليه يرجع يتكلم معايا تاني، لاني حسيت باحتياج شديد لوجوده في حياتي، زي ما يكون كان في حاجة حلوة قوي في حياتي واتعودت عليها وفجأة اتسحبت مني واتاخدت. حسيت كأن روحي بتتسحب مني فعلا. في الوقت ده كان جوزي نزل اجازة من الشغل وهيقعد اسبوع اجازة، وانا مفهمة عبير انها ما تتصلش بيا خالص وجوزي موجود، لان هو من زمان منبه عليا لا يكون ليا دعوة بحد
ولا يكون ليا أي اختلاط بحد. وبقيت أحس إن الأيام اللي بيكون فيها جوزي موجود بحس إنها تقيلة قوي على قلبي، وببقى مستنياه يرجع الشغل تاني بفارغ الصبر عشان أعيش حياتي، لأني بحس إني مقيدة جدا ومش عارفة أعمل أي حاجة وهو موجود. والغريب إن لاحظت إن حتى في وجود جوزي معايا في الشقة، حتى لو نايمين جنب بعض في نفس الأوضة، بلاقي نفسي بفكر في محمد، وأقعد أفكر يا ترى بيفكر فيا ولا لأ، وهيرجع يكلمني تاني زي الأول ولا لأ. وأول ما جوزي بيرجع الشغل فعلا بحس إن كنت محبوسة وهنطلق. أول ما راح شغله وبقيت لوحدي جربت أتصل تاني بمحمد، بس كالعادة ما بيردش عليا، فقلت أنا لازم أشوف حل وأكلمه بأي طريقة. وجت في دماغي فكرة إني أشوفه على السلم وهو نازل رايح الشغل، بس قلت أكيد مش هيعرف يقف ويتكلم معايا على السلم، لأنه أكيد هيكون مستعجل وممكن حد يشوفنا أو يسمعنا. وقلت خلاص هكتب له ورقة واديها له وهو نازل ويبقى يقراها براحته. المهم إني لازم أوصل له اللي جوايا، لأني ما بقتش مستحملة بعده عني. وكتبت له في الورقة: أولا حقك عليا، أنا مقصودش إنك تزعل مني، ووجودك في حياتي فعلا كان مخلي ليها معنى، وكنت سعيدة ومبسوطة أوي وإنت معايا، وحسيت إنك معوضني عن حاجات كتير أوي أنا كنت محتاجاها. وصدقني أنا مش ناوية أزعلك تاني ولا هرفض لك أي طلب تاني. لو كنت غالية عندك زي ما كنت بتقولي اتصل بيا. وطبقت الورقة وقررت إن أنا هفضل صاحية لحد الصبح علشان ما تروحش عليا نومة، واديله الورقة وهو نازل. هو بينزل من الشغل الساعة 7:30 الصبح، وعلى الساعة 7 رحت جايبة كرسي وقاعدة جنب باب الشقة، ورحت فتحت الباب فتحة صغيرة، سمعته وهو نازل ورحت بسرعة طلعها له. أول ما شفته اديت له الورقة وقلت له خد الورقة دي ضروري. راح واخدها مني ونزل بسرعة، وفضلت قاعدة مستنياه يتصل بيا، بس للأسف ما كنتش قادرة لأن أنا كنت سهرانة من امبارح. ودخلت نمت وصحيت على صوت الموبايل وهو بيرن، قايمة طايرة من السعادة علشان محمد بيتصل بيا. وأول ما قمت ورحت ناحية الموبايل وبص لقيت جوزي هو اللي بيتصل. أول مرة في حياتي اتضايق لما أشوف اسم جوزي على الموبايل. رديت عليه وكلمته وقفلت معاه. بعدها بساعة لقيت محمد بيتصل بيا. مش قادرة اوصف لكم سعادتي كانت عاملة ازاي وقتها لما شفت اسمه على الموبايل. رديت عليه بسرعة وقلت له أكيد أنا غالية عندك زي ما أنت غالي عندي، عشان كده كلمتني. ورجعنا نتكلم تاني، وبقى يطلب مني حاجات المفروض إني أرفضها، بس من خوفي لحسن يبعد عني بقيت أعملها علشانه. ورجع طلب مني تاني إنه عاوز يكون قريب مني، وقال لي خلاص بلاش موضوع الخروج ده، ابقى اطلعي عندنا تاني. قلت له ما يا عبير بتكون موجودة وانا مش بشوفك دقيقة على بعض وبترجع تشتكي انك مش بتعرف تتكلم. قال لي بصي عبير كده كل اسبوع بتطلب مني انها عاوزة تروح عند اهلها وتقعد يومين، وانا الاول بصراحة كنت برفض، فانا هي اول ما تطلب مني كده هوافق واخليها تروح تقعد عند اهلها يومين وتبقي تطلعي انت تقعدي معايا. خفت ارفض اللي قال لي عليه، ولقيتني بقول له ماشي اللي تشوفه. وبعدها ب4 أيام قال لي إن عبير مراته هتروح عند أهله يوم الخميس الجاي وهتبات عندهم وهترجع الجمعة بالليل، وقال لي إن هو هيروح يوصلها وهيرجع على الساعة 10 بالليل. قلت له خلاص تمام، لما توصلها وترجع ابقى كلمني. ويوم الخميس على الساعة 9:30 بالليل لقيته بيتصل بيا وقال لي إن هو وداها وإنه فوق في الشقة ومستنيني. بصراحة كنت مترددة وخايفة جدا، لأن لأول مرة في حياتي هكون مع راجل غريب غير جوزي، وبصراحة كنت خايفة يحصل بينا حاجة، بس لقيت نفسي محتاجة إن أنا كمان أكون قريبة منه لأن هو كمان وحشني. رحت مكلمة جوزي قبل ما أطلع علشان ما يتصلش بيا وأنا فوق، وطمنته عليا وقلت له إن أنا هنام دلوقتي. ورحت طفيت انوار الشقة وقفلت الباب ورايا وبصيت على السلم كويس علشان اتأكد ان مفيش حد طالع او نازل. ورحت طالعة ومخبطة على شقة عبير. محمد فتح لي ودخلت. اول ما دخلت قعدت على الكرسي. قال لي اخيرا بقى. قلت له اخيرا بقى ايه؟ على فكرة انا خايفة قوي، انا اول مرة في حياتي اكون مع واحد في شقة لوحدنا. قال لي ما تخافيش، مراتي وديتها بنفسي عند اهلها ولسه هترجع بكرة، وانتي وجوزك
مش موجود اصلا خالص. ولقيته بيقول لي هو انت خايفه مني؟ قلت له اخاف منك ليه يعني؟ انا لو خايفه منك اكيد ما كنتش جيت لحد عندك. قال لي امال ايه اللي جابك؟ اول ما سالني السؤال ده بصراحه انا استغربت وزعلت جدا، وقلت له لا ولا حاجه، بعد اذنك انا هنزل. وقمت عشان انزل، راح مسكني بسرعه وقال لي فهميني، انا اقصد بالسؤال ده انك اكيد مشتاقه لي زي ما انا مشتاق لك دلوقتي. وراح مسكني بايدين الاتنين وراح حضني جامد وقال لي وحشتيني قوي. فضلت في حضنه شويه وفضل يكلمني وانا في حضنه، وقال لي كلام حب اول مره اسمعه في حياتي. حسيت وانا في حضنه اني مش عاوزه اي حاجه تانية. وقال لي انه ما كانش مبسوط لما اتجوز عبير وحضنها اول حضن زي ما كان مبسوط معايا. ولقيت نفسي غصب عني سبت له نفسي وعمل اللي هو عاوزه اليوم ده. وفعلا اليوم ده كان من اجمل ايام حياتي، لدرجة اني بقيت اغير عليه من عبير مراته، وبقيت كل ما اتخيل ان اللي عمله معايا ده بيعملوا معايا باستمرار حسيت ان انا بقيت احسدها، واني مش عاوزاه يعمل اي حاجة تاني معاها ويعمل كل حاجة معايا انا. كل ده طبعا وعبير ما تعرفش اي حاجة نهائي. حتى انا قللت من طلوعي عندها وبقيت كل علاقتي مع محمد كلام في الموبايل بس، لحد ما نتقابل انا وهو فوق، وبقى يودي مراته كل اسبوع عند اهلها علشان نكون مع بعض. وطلعت له الشقة بتاعته لحد دلوقتي حوالي 7 أو 8 مرات، وفي كل مرة بكون مستمتعة أكتر من المرة اللي قبلها. وحسسني بجد بطعم الجواز، حسسني إن لسه عروسة جديدة، عروسة جديدة لسه متجوزة وبتعيش أجمل أيام حياتها. أنا بقيت حابة العلاقة مع محمد قوي ومش حباها من جوزي خالص، بس بقول إن جوزي ده حق عليا، وبقيت بضحك عليه وبحسسه إن أنا مبسوطة معاه، بس الحقيقة إن أنا فعلا ما ببقاش مبسوطة معاه ولا ببقى حاسة بوجوده أصلا. بقيت أحس بفرق شاسع بين جوزي اللي عنده حاجة و40 سنة وبين محمد الشاب اللي عنده 26 سنة. وما كنتش أتخيل إن موضوع العلاقة ده يأثر عليا كده بعد ما جربتها مع محمد، اللي خلاني أبقى عاوزاه هو وبس ومش عايزة غيره. وما بقتش حابة وجود جوزي في البيت وقت الأجازة بتاعته. أنا تعبانة جدا من كتر التفكير، وحاسة إن أنا في موضوع مش هقدر أبطله، ومش هقدر أبطل اللي بعمله مع محمد بعد ما جربته مرة. وأنا حاسة إني بقيت مدمنة للموضوع ده معاه. بعد ما كنت بلوم على أي واحدة بتخون جوزها، دلوقتي بقيت أنا اللي بقول أكيد غصب عنهم، لأن أنا حاسة إن أنا حسيت بيهم بسبب اللي حاصل معايا دلوقتي. أرجوكم انصحوني أعمل إيه في حياتي، خصوصا إن أنا طول اليوم قاعدة فاضية مش بعمل أي حاجة خالص، وحاسة إن الفراغ ده هو السبب. نفسي في حاجة تشغلني عن الموضوع ده بأي طريقة. أرجوكم تساعدوني بآرائكم. لو عندك أي نصيحة ليا ياريت تكتبها لي في التعليقات، وأنا هقرأ كل التعليقات بنفسي.